حياكم الله. اليوم حابة أعلمكم على طريقة تنظيف السمك الفريش للشوي أو القلي، وراح أعلمكم شلون ننظف الربيان. كل هذا راح أسويه باستخدام طقم سكاكيني المفضلة، السكاكين الألمانية من موقع الشيف مغترب. ليش أحبهم؟ أول شيء لأنهم طقم كامل مكمل يصلح حق كل شيء، يقطع كل شيء بالمطبخ، حتى ذبيحة قطعت فيهم، حادين يسهلون علي الشغل، المسكة عليهم عملي خلال تنظيفي للسمك والربيان. يلا نبلش. اول طريقه حق تنظيف السمك راح اسوي طريقه تنظيف السمك المشوي. عندي هذه سمكه فريش سيباج. اول شيء بهذا المقص العجيب اللي ما استغني عنه بكل شيء، والحلو فيه انه ليه خلصت افركه بالصابون ويرد نظيف ويلق، راح اقص الزعانف والزعانف السفليه، كل الزعانف نشيلها. طبعا في معلومة مهمة نسيت أقولها لكم، شلون تعرفون أن السمكة قبل لا تشترونها زينة ولا لا؟ أول شيء تفتحون الخياشيم، لازم تكون حمراء، لازم تكون حمراء عشان تعرفون أنها فريش. العين لازم تلمع وما تكون حمراء، تكون صافية. لما تيون تضغطون السمكة اللحم يرد، من أضغط اللحم يرد، وطبعا أكيد ما تكون فيها ريحة مو حلوة. أوكي، الحين إحنا الشوي دائما نفتحها من الظهر، ما نفتحها من البطن. أوخر عن العظم اللي هو الجمجمة، من بعد الجمجمة هني هذا عندي لين، أدخل السكينة بهذا الشكل وابدي أقص. شوفوا شلون السكينة فتحناها بشكل كامل بهذه العنونة. الحين ايش راح نسوي؟ راح نشيل كل الاشياء هذه اللي كذي سمكتنا صارت جاهزه للشوي. ايش راح نسوي؟ راح نغسلها بماي بارد. السمك ما ينغسل بماي حار، ماي بارد، تغسلونها بماي بارد جاري. بعدها تجيبون طاسه فيها شويه ملح وماي بارد، تحطونها ربع ساعه، الزفاره كلها ابد رايحه، ترجعون تغسلونها بماي بارد وتتبلونها على الطريقه اللي تحبون وعلى الفرن سيده. خلصنا من طريقه الشوي، الحين بعلمكم شلون نسوي ننظف السمك حق طريقة القلي، سواء تبونه حق سمك مقلي أو تبونه حق مطبق السمك. نشيل الزعانف كلها نفس ما وريتكم قبل شوي. الذيل. الحين راح نشيل قشور السمك بهذه الأداتين، يا هذه ثنتينهم يصلحون، تحصلونهم ينباعون بسوق السمك، ببسطات سوق السمك صوب الخضرة، مو صوب السمك. السمكة من الذيل وني بهذه الطريقة. شوفوا الصوب شلون صار ناعم معاي أبد. هذه السكينة راح أمسك السمكة، شوفوا شلون السكينة صارت معاي أسهل، أقل من ثانيتين أنا قشرت السمكة كلها. مثل ما قلت لكم القلي راح نفتحها من تحت من البطن. شوفوا راح تشوفون هني بكل سمكة في فتحة صغيرة، راح أدخل السكينة داخل وأسوي فتحة كذي، وأسوي فتحة بالسكينة الثانية أدخلها داخل وأوسع. هذا البطن بعد ما فتحناه هذا كله هني الشحم نشيله. بكذي السمكة جاهزة حق القلي، تتبلونها وتقلونها فورا او تسوونها مطبق. ني حق طريقة تنظيف الربيان. عندي هني ربيان جامبو كويتي فريش توني جايبتها من سوق السمك. شو نسوي؟ شلون نسوي ربيان بقسمات؟ اول شيء نشيل الراس، ننظف، نشيل الريول كلها، نشيل القشر. لما نوصل عند الذيل نوقف، هذا الطبقة الاولى، الطبقة الثانية، الثالثة نوقف ما نشيلها عشان نبي نخلي الذيل. بعدها نمرر السكينة هذا الشكل ويكون عندنا نظيف. ارجع امصع الراس، شيل الريول. اوكي، هذه شنو؟ هذه بعلمكم شلون تسوونها بدون ذيل. نفتح القشر كله، اسحب الذيل من تحت هذا الشكل واسحبه شوي شوي كذي، احرك. هذه ربيانة طلعت كاملة، هذه حق العيش، حق إذا وصفة ما تبون ذيل. شنو أسوي؟ أمرر السكينة بخفة، مو حيل كذي، كل الوسخ طلع معي. شفتوا؟ نسوي طريقة تنظيف الشوي. طريقة تنظيف الشوي شو نسوي؟ نقص الراس والعيون، نشيل الريول بهذا الشكل بالمقص هذا. شوفوا شلون سهالة بالمقص. من بعد الراس عند الرقبة أدخل المقص أقصه بهذه الطريقة، تبطل والقشر محتفظة فيه. بعدها أفتح أطلع كل الوسخ
بعدها تتبلون الربيان ويكون جاهز للشوي. طبعا اكيد قبل لا نتبل شو نسوي؟ نغسل بماي بارد زين. شلون نسوي ربيان بترفلاي؟ نشيل الراس، نشيل اي شيء يطلع من الراس، نشيل الريول مثل ما قلت لكم، نشيل اول طبقه من القشر، ثاني طبقه من القشر، ونتاكد ان طبقه انشالت صح. نخلي بس الذيل. ناخذ السكينه نفتح بهذا الشكل، نشيل اي شيء داخل، نحط الربيانه كذي على بطنها، ونستخدم هذه السكينه ونطق شوي معانا الربيانه وتصير بترفلاي شريمب. هذه كانت طريقتي بتنظيف السمك. اكيد اغلبكم راح يقول نجيب السمكه منظفه من السماج ونريح نفسنا، لكن اقول لكم مو كل الناس نفس الظروف، كلنا بالمجتمع نختلف. يعني انا ريلي وايد يروح حداق فيجيب لي سمك اتوهق فيه، شلون ما اعرف انظف، اضطريت اني اتعلم شلون انظف السمك وقمت انظفه بنفسي واطبخه. ومثلي وايد حريم اخوانهم وريايلهم ما شاء الله حداقه يصيدون كميات كبيره من السمك، تحتاج تنظيف. طبعا ما ينصاد مع الحداقه، بس دائما ساعات لما نشتري الربيان موسمه بالباسكت او بالجمله، بالباسكت الربيان تصير كميته كبيره يوصلنا مو منظف. يعني في ناس تشتري على 20 كيلو 30 كيلو 50 كيلو، شيء طبيعي هذا ما راح يتنظف بسوق السمك، واذا طلبتي تنظيفه راح تكون بسعر. الشيف مغترب ما ابي امدحهم وايد، فيديوهاتي السابقه تشهد لدرجه اني صلخت فيهم ذبيحه كامله. ردوا على فيديو عيد الاضحى وشوفوا شلون قصصت فيهم الخروف الكامل، ذبيحه كامله قطعتها بهذه السكاكين. للامانه روعه وكواليتي، وانصح فيها الناس اللي تطبخ. تبون تعرفون معلومات اكثر، تبون تعرفون تفاصيل، شيف مغترب بموقعه وبحسابه مو مقصر فيهم، متكلم عنهم كل شيء، طقم كامل ومعاه مثلا. انصحكم تطلبونهم، تحصلونهم في موقع الشيف مغترب، كليك واحد وطلبوهم راح يوصلون لباب البيت. وحياكم الله واشوفكم على خير.